أبطال سنة أولى إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد ما خلصنا الجزء الأول من الدور الحضاري لمصر في قارة أفريقيا في عهد محمد علي، تعالى بينا ناخد الجزء التاني. لو فاكرين آخر مرة اتكلمنا عن محمد علي وعرفنا هو اتولد في بلد اسمها قولة، وعرفنا كمان إن هو عمل حملة على السودان وأول واحد فكر في إلغاء تجارة الرقيق وإن دي تجارة لا إنسانية، وآخر حاجة وصلنا لها رحلة سليم بالقبطان، وقلنا إن في الرحلة دي للأسف هو كان عايز يروح للنيل الأبيض ويكتشفوا والمنابع الاستوائية، لكن للأسف يحصل إن في جنادل وشلالات فتقوم الرحلة ترجع تاني وترجع للخرطوم اللي هي عاصمة السودان. طيب تعالى بقى النهارده نقول لك على أهم حاجة في النهضة الحديثة في السودان محمد علي هيعملها ويقوم بيها. هل كل النهضة اللي حصلت في السودان دي كانت بإيد محمد علي ولا بإيد بريطانيا؟ قال لك بإيد محمد علي، لان كان في الوقت ده في ناس كتيره بتقول لك يا عم ده مش محمد علي اللي عمل الكلام ده كله، امال مين اللي عمل الكلام ده؟ كان يقول لك بريطانيا. لا للاسف انا عندي هنا الفضل اللي بيرجع للكلام ده كله هو محمد علي، اللي كانت دماغه زي الفل، دماغه الماظ، بيعرف يفكر، بيعرف يعمل نهضه حديثه كويس قوي. فلما يجي يقول لي هنا في الاول اكمل، فلما يجي هنا يا شباب يقول لي اكمل، يرجع الفضل في النهضه الحديثه في السودان الى مين؟ اقول له الى محمد علي. تمام كده؟ طيب يعني مش الامبراطوريه البريطانيه، لا مش الامبراطوريه البريطانيه، دي لمحمد علي، لان الكل في الوقت ده كان بيتخانق على مصر، سواء محمد علي او المماليك او الشعب او بريطانيا، كلهم كانوا عايزين ياخدوا مصر. عشان كده في الاول قلت لك ان محمد علي قابله شويه تحديات، لكن هو قدر يتخلص منها ويعمل اكبر نهضه حديثه. طيب النهضه الحديثه هنا هتبقى فين؟ في السودان. طب نهضه حديثه هي مسمارينا في ايه؟ قال لك في كل حاجه، سواء في الاداره، في التطور العسكري، في النهضه العمرانيه، في الاصلاحات القضائيه، في التعليم، في التطور الاقتصادي، ده كله ايوه. طب تعالى معانا واحده واحده. لما نيجي نبدا في الاداره، اداره يعني حكم البلد، نظام البلد كان عامل ازاي؟ قال لي اول حاجه عملها محمد علي في السودان ارساء الامن. يعني ايه ارساء الامن؟ يعني تنظيم الامن، تظبيط الدنيا، لان زمان كانت شبه الجزيره العربيه كده، كانت عباره عن قبائل، والقبائل دي كانت قبائل متفرقه لكل قبيله شيخ يحكمها، فهو لغى موضوع القبائل ده وخلى فيه امن في السودان. تمام؟ طيب تاني حاجه قال لي عين حاجه اسمها حكمدار او حاكم للسودان، واول واحد مسك حكمدار ده من نصيب ابنه. من باب اولى لو هعمل وظيفه جديده مين اللي يمسكها الاول؟ من باب اولى يبقى ابني. يبقى لما اجي اقول لك اول واحد شغل منصب الحكمدار هو اسماعيل باشا ابن محمد علي، وقال لي ان الحكمدار ده كان ماسك في ايده السلطه التشريعيه والمدنيه او العسكريه، يعني هو اللي كان بيتحكم في نظام السلطه العسكريه او المدنيه، يعني تبع العساكر او تبع المدن عادي. طيب ايه تاني؟ قال لي اني عرف كويس او ان هي كانت تابعه لحاجه اسمها ديوان الداخليه اللي هي وزاره الداخليه دلوقتي، بس الوزارات زمان كانوا بيسموها دواوين. تمام؟ يبقى تاني اول حاجه عندي في الاصلاحات الاداريه، اول حاجه عمل ايه؟ ارسل امن في السودان، تعيين حاكم دار. تاني ارساء الامن في السودان، تعيين حاكم دار. اول حاكم دار اسماعيل باشا ابن محمد علي. يعني ايه حاكم دار؟ حاكم، الحاكم ده ماسك في ايده ايه؟ سلطه عسكريه ومدنيه. اكمل. طب الحاكم دار ده او الوظيفه دي تابعه لديوان اسمه ايه؟ ديوان الداخليه او وزاره الداخليه اللي هي موجوده في مصر. طيب بعدها هيقسم السودان ل7 مديريات، وخلي بالك عشان كل واحد هيجي بعد كده هيقسم السودان، فخلي بالك ان محمد علي قسمها ل7. يبقى محمد علي قسم السودان ل7 مديريات، وقال لك اني هخلي لكل مديريه تحتيها مدير، ولكل قسم من المديريات دي اقسام تانية عين لكل قسم فيها ناظر. يبقى المديريات عليها مدير والاقسام عليها ناظر. تاني، المديريات عليها مدير والاقسام عليها ناظر. اخر حاجه علشان الدنيا تمشي زي الساعه كان لازم يطبق العدل. طب هيطبق العدل هيعمل ايه يعني؟ قال لك جاب الموظفين اللي هم كانوا بيستغلوا مناصبهم في الدوله وعزلهم ومشاهم واما حاكمهم، وقال لك كده قام محمد علي بمحاكمه الموظفين ومصادره اموالهم، خد منهم كل الفلوس اللي هم كانوا بيسرقوها من الشعب. بسبب ايه بقى؟ بسبب سوء ادارتهم واستغلالهم لمناصبهم. تاني، سوء ادارتهم واستغلالهم لمناصبهم. يبقى تاني بسرعه، قلنا اول حاجه محمد علي
هيعمل في السودان اصلاحات اداريه. هنلخصها في كام جمله؟ 4. ارسال الامن في السودان، تعيين حاكم دار، تقسيم السودان ل7 مديريات، تطبيق العدل ونشر العدل. تاني، تطبيق القانون قوي ونشر العدل. يبقى تاني، ارسال الامن في السودان، تعيين حاكم دار، قسم السودان، طبق العدل والقانون. طب عشان يطبق العدل والقانون عمل ايه؟ حاكم الموظفين بسبب سوء ادارتهم واستغلالهم. فلو جه قال لي سؤال هنا، دللي على محمد علي طبق العدل والقانون، هقول له طبق العدل ازاي؟ ان هو حاكم الموظفين وصادر اموالهم. ميم محاكمه موظفين ومصادره اموالهم. تمام. طب هو عمل ليه كده؟ اقول له بسبب سوء ادارتهم واستغلالهم لمناصبهم. طيب نيجي العسكري. عسكري يعني جيش، فانا عشان احمي البلد لازم يكون عندي جيش قوي. طب محمد علي هيجيب الجيش ده يمس منين؟ قال لك ان هو هيعمل حميات عسكريه في السودان، اي حميه عسكريه عشان يوفر بيها الامن والحمايه. واحنا قايلين من قبل كده ان كان هدفه العسكري لما جه ياخد السودان ان هو يجند السودانيين، فهو كده معاه جيش. طيب قال لي هنا بقى محمد علي عمل حميات عسكريه هنا في السودان عشان يحمي ويأمن الدوله ويوفر الامن والحمايه. فبدأت الحمايات العسكريه او الجيش بتاعه ده بيتكون من مين؟ جنود مصريين وجنود سودانيين واتراك قليلين. تاني، جنود مصريين سودانيين جنود اتراك قليلين. يعني ايه قليلين؟ يعني عدد قليل قوي من الاتراك. فلما اجي اقول لك اكمل جيش محمد علي والحمايات العسكريه ضمت جنود مصريين وسودانيين وعدد قليل من النقط، اقول له الاتراك. تمام كده، اللي هم كانوا تبع العثمانيين، الجيش اللي هو كان ملتحق بيه. تمام. طيب نيجي للعمران، يبقى كده خلصنا الاداره والعسكري. نيجي للعمران. عمران اعرف كده يعني مبني. محمد علي هيبني ايه؟ قال لك هيبني مدن مهمه في السودان، اهم مدينه اللي هي العاصمه اللي هي الخرطوم، عاصمه السودان. فقال لي الخرطوم دي ما كانتش مجرد عاصمه بس، دي كانت عاصمه للسودان، وبيقعد فيها الحكمدار اللي هو ابنه، ومعسكر للجيش. يبقى العاصمه دي محمد علي كان واخدها ليه؟ او مدينه الخرطوم واخدها ليه؟ اقول له عاصمه للسودان، مقر حكمدار، معسكر للجيش. طب عمل فيها ايه؟ ما دام هي العاصمه شبه القاهره عندي كده، يبقى فيها كل حاجه. فلما نيجي نتكلم هنا عن الخرطوم، ما دام هي العاصمه ومهمه جدا، فهلاقي ان محمد علي هيحط فيها كل المباني الحكوميه زي مساجد، مستشفيات، هيعمل فيها ترسانه كبيره لصناعه السفن النيليه. الترسانه دي المكان اللي بنصنع فيه السفينه، وهنحط فيها كمان المخازن والمصانع. يبقى لما اجي اقول لك دلل على الخرطوم كانت مدينه مهمه جدا في السودان، هقول له ايه الدليل؟ هقول له عشان عمل فيها المباني الحكوميه، مسجدين ومستشفى، ترسانه لصناعه السفن والمخازن والمصانع. يبقى الخرطوم هلخصها في ايه؟ عاصمه السودان، مقر حاكم دار، معسكر للجيش، فيها المباني الحكوميه، مسجدين ومستشفى، فيها المباني الحكوميه، مسجدين ومستشفى، فيها ترسانه السفن والمخازن والمصانع، بعمل فيها كل حاجه. طب تعال المدينه الثانيه، مدينه كسرى، خدها كده مدينه فيها تحصينات عسكريه، يعني شيء زي كومباوند غالي جدا، في حاجات متحصنه، في حميات عسكريه ثابته عليه، لدرجه ان الناس كلها بقت بتروح تقعد هناك، لدرجه ان هو عشان خاطر ايه؟ محمي، في عساكر على طول. فده ادى الى ان هي اصبحت ايه؟ اهم مدينه في شرق السودان. يبقى مين اللي اصبحت اهم مدينه في شرق السودان؟ هقول له مين؟ كسلة. تمام. يبقى عندي هنا كسلة بنيت فين؟ هقول له بنيت فيها ابراج ومواقع للتحصينات العسكريه. تاني، فيها ابراج ومواقع تحصينات عسكريه. فلما اجي اقول لك اكتب ما تشير اليه العباره مدينه فيها ابراج وتحصينات عسكريه، اقول له مدينه كسلة. طب محمد علي خلى فيها حملات عسكريه ثابته، كانت ايه النتيجه؟ اقول له توجه السكان للاقامه فيها. تاني، توجه السكان للاقامه فيها، بداوا يمشوا من المناطق اللي جنبها ويروحوا يقعدوا فيها لانها منطقه متامنه جدا. ومن هنا اصبحت اهم مدينه في شرق مين؟ السودان. يبقى لما اجي اقول لك مدينه نقط اصبحت اهم مدينه في شرق السودان، اقول له كسلة. يبقى هنقول عمران، مباني، الخرطوم، وكسلة. يلا بينا نقلب على اللي بعدها، وهي الاصلاحات القضائيه. لما اجي اتكلم عن القضاء، اهم نقطه عايزاك تعرفها لي ان هو مشي من القانون العثماني، كان ماشي على نظام القانون مين؟ العثماني. طب القانون ده بيعمل فيه ايه؟ بحل المشاكل، بفصل في النزاعات والخلافات بين سكان السودان. امال هم كانوا زمان بيعملوا ايه؟ قال لي زمان كانوا ماشيين بمبدأ العرف والتقاليد القبليه. مش احنا كنا بنقول في سنه 6
كل نظام او كل شيخ قبيله ليهم نظام قبلي، او كل قبيله ليها نظام قبلي. فالقبائل زمان لما كانت بتقعد مع بعض نجيب كبير القبيله ونقعد نحل مشكلتنا عن طريق العرف والتقاليد. انما هم هنا عايزين يحلوها عن طريق ايه؟ قانون عثماني عشان يفصلوا في النزاعات بين سكان السودان. يبقى محمد علي اول حاجه في القضاء استخدم قانون ايه؟ اقول له عثماني. ايه اهميه القانون العثماني بما تفسر؟ اقول له للفصل في النزاعات بين سكان السودان. تاني، للفصل في النزاعات بين سكان السودان، بدلا من نقطه اقول له العرف والتقاليد القبليه. طب هيعين ايه كمان؟ بقول اصلاحات قضائيه، يعني هيعين قاضي في كل مديريه، وكانت سلطه القاضي محدوده. امال مين اللي كانت سلطته بقى لا نهايه لها؟ اقول له رئيس القضاه، كانت سلطته واسعه جدا وهو كان صاحب الحكم النهائي. يبقى انا هنا عايزاك تعرف كام حاجه؟ 3. في القضاء استخدم قانون عثماني، عين قاضي للمديريه وسلطته محدوده، عين رئيس القضاه وده صاحب حكم نهائي. يبقى لما اجي اقول لك رئيس القضاه صاحب حكم نهائي صح، القاضي صاحب حكم نهائي غلط، رئيس القضاه سلطته محدوده غلط. تمام، خلي بالك من دي. طب نيجي للتعليم. قال لك التعليم يعني هعمل مدارس، التعليم يعني هعمل كتاتيب، وده اللي عمله فعلا. قال لك نشر الكتاتيب في كل انحاء السودان. عشان يعمل ايه؟ الكتاتيب دي شبه الكتاب دلوقتي كده، بنروح نتعلم فيه القران الكريم والكتابه والقرايه، يبقى تعليم القراءه والكتابه وحفظ القران. طب عمل مدارس نظاميه، مدارس عشان نروح فيها نتعلم. عمل بعثات من السودانيين لمصر، يعني الناس اللي في السودان هيروحوا يعملوا بعثه لمصر عشان ياخدوا كل العلوم، خاصه المجالات العسكريه والاداريه، ازاي يديروا البلد وازاي يتعلموا حاجات في الجيش عشان يبقوا قدها، لما يختاروا في اي حاجه يبقوا قدها. يبقى انا عندي هنا اول حاجه نشر الكتاتيب، هيتعلموا فيها ايه؟ قراءه وكتابه وتعليم قران كريم. هيعملوا مدارس نظاميه، هيعمل بعثات من السودانيين لمصر عشان يتعلموا ايه؟ هقول له يتعلموا الاعمال العسكريه والاداريه. وهيبدا يمهد الطريق بين مصر والسودان عشان ما يبقاش عنده حجه يقول لك ده الطريق طويل، ده الطريق وحش، ده انا اتبهدلت على ما رحت. لا، احنا هنمهد الطريق بين مصر والسودان ونعمل عليها كمان امن على الطرق. وده هيخلي ايه؟ هيؤدي لايه؟ اقبال الشباب السودانيين على الازهر لطلب العلم. هيخليك تروح عادي، الدنيا تمام والطرق زي الفل والدنيا متظبطه، فهيخلي السودانيين يروحوا على فين؟ على الازهر الشريف عشان يطلبوا ايه؟ العلم ويتعلموا. يبقى في التعليم هقول له كتاتيب، مدارس، مهد طرق، ارسل بعثات. كل واحده يا سنه اولى حط جنبها كده البيانات او النقط اللي انت هتتكلم فيها، فلما يجي في الامتحان يقول لك دلل على اهتم محمد علي بالتعليم، اهتم محمد علي بالقضاء، اهتم محمد علي بالاداره، اعرف كام نقطه وانا هشرحهم بقى. الشرح ما فيهوش اي حاجه، اهم حاجه النقط اللي افتكر بيها الموضوع. طب نيجي للتطور الاقتصادي. محمد علي في الاقتصاد متعلمين زمان يعني ايه كلمه اقتصاد؟ يعني زراعه، صناعه، تجاره. حلو. طب الزراعه مرتبطه بايه؟ بتربيه الحيوان، ما لاقيش واحد فلاح وما عندوش حيوانات. طب حلو قوي. طب عشان يكون عندي زراعه قال لي لازم يكون عندي مزارعين، فقال لك بدا يرسل المزارعين المصريين علشان يدربوا السودانيين على اساليب الزراعه. ايه ده؟ يعني مصر اللي بتعلم الكل؟ ايوه، لما كانوا بيحبوا يتعلموا هنا كانوا بيجوا لمصر. طب هنا هنرسل ايه؟ قال لك هبعت المزارعين المصريين يروحوا يعلموا السودانيين ازاي يزرعوا ويعلموهم ازاي يستخدموا اساليب الزراعه المتقدمه. طب هيعملوا ايه تاني؟ قال لي زراعه يبقى ري، هيهتموا بمشروعات الري. طب ما تديني دليل. قال لك انشا السواقي، حفر القنوات فزود مساحه الاراضي. تاني، انشا السواقي، حفر القنوات فزود مساحه الاراضي. ماشي. هيدخل زراعه ايه؟ محاصيل مهمه، قاف قاف، قطن وقصب سكر، وطبعا بعض اشجار من الفاكهه. اهم حاجه بقى ان هو هنا يحسن الانتاج الحيواني، ودي مهمه وبتيجي كتير علشان يصدر الماشيه. يبقى حسن الانتاج الحيواني بهدف التصدير. عشان كده في البدايه قلت لك محمد علي دماغه مش قليله، دي دماغه حته الماظ، بيفكر كويس جدا. فلما اجي اقول لك هنا تاني في الزراعه عمل ايه؟ هقول له اول حاجه بعت المزارعين عشان يدربوا السودانيين على الزراعه. 2، اهتم بمشروعات الري. يعني ايه ري؟ يعني يعمل سواقي، يعني يعمل قنوات وبكده الاراضي الزراعيه توسع. طب هيعمل ايه تاني؟ هيزرع محاصيل زي القطن وقصب السكر، قاف قاف، وبعض اشجار الفاكهه. هيحسن الانتاج الحيواني، ما فيش زراعه من غير تربيه حيوانات. هيحسن الانتاج الحيواني عشان يصدر الماشيه. طب نيجي للتعدين. التعدين مرتبط بايه؟ بالصناعه، او الصناعه مرتبطه بايه؟ بالتعدين. طيب التعدين يعني ايه؟ قال لك بدا محمد علي يبحث عن المعادن، واستمر في الكلام ده لحد ما استثمر الحديد والذهب وبدا يعمل لهم مصانع. انا بقى عندي المعادن اللي هشغلها اللي هو الحديد والذهب،
هبدا اعمل ايه بقى؟ مصانع. قلنا من شويه ان اي حاجه بيعملها في العاصمه اللي هي مين؟ الخرطوم. فعمل فيها مصنع للبارود، ترسانه لصناعه السفن، تاني مصنع للبارود، ترسانه لصناعه السفن. طب انا كده بقى عندي المصنع وبقى عندي الترسانه. الترسانه دي محتاجه ايه؟ السفن عباره عن ايه؟ عباره عن حديد وعباره عن خشب. فقال لك الترسانه دي هخلي فيها معمل يعيد تشكيل الحديد ومصنع لنجاره الخشب. تاني، الترسانه عندي بتاعت السفينه دي هنصنع السفن، الترسانه دي اللي هتصنع. طب السفينه عندي عباره عن ايه؟ حاجات فيها من حديد وحاجات فيها من خشب. طب الخشب ده هنعمل ايه؟ هنعمل المصنع هنا او الترسانه دي فيها مصنع لنجاره الاخشاب، والترسانه هيبقى فيها معمل لاعاده تشكيل الحديد. يعني الترسانه دي كامله متكامله. حلو كده. يبقى تاني محمد علي هنا هيهتم بالتعدين والصناعه، يقول لي دلل، اقول له عمل ايه؟ مصنع للبارود، ترسانه لصناعه السفن، معمل تشكيل الحديد، مصنع لنجاره الاخشاب. 4 نقط احفظهم. طب نيجي للتجاره، التجاره مرتبطه بايه؟ بنقل. في تجاره يبقى في طرق كويسه. فقال لك هنا ان محمد علي كان مهتم قوي بتامين الطرق التجاريه، ودي اهم حاجه. قال لك فخلى شيوخ القبائل يقفوا على الطرق عشان يحموها، عشان وهم ماشيين بالبضاعه كده ما تتسرقش، ما فيش حد يطلع عليهم يهجم عليهم ويقتلهم ويسرق البضاعه. فقال لي كمان ان هو طور الملاحه النهريه. كلمه ملاحه يعني حركه السفن في الميه. فلما يجي يطور الملاحه النهريه هنا، كانت ايه نتيجتها؟ ان اصبحت اهم محطه تجاريه في افريقيا هي الخرطوم. انت مش ملاحظه ان كل حاجه الخرطوم الخرطوم؟ ايوه، عشان هي عاصمه السودان، وهو ما دام بيهتم بالسودان يبقى تبقى اهم واحده فيها مين؟ الخرطوم. كل حاجه كانت هنا. يبقى تاني عشان ما اتلخبطش، قال لك تطور اقتصادي، هقول له زراعه، صناعه، تجاره. الزراعه مرتبطه بتربيه الحيوان، التعدين والصناعه مرتبطين ببعض، التجاره والنقل مرتبطين ببعض. فيجي يقول لي زراعه، اقول له ايه؟ ارسل مزارعين لتدريب السودانيين، اهتم بالري، هيعمل سوائل وحفر قنوات، وكده هتزيد الاراضي الزراعيه. المحاصيل قاف 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 قطن وقصب سكر. اخر حاجه هيحسن انتاج حيواني عشان هدف تصدير المشاية. طب نيجي للصناعه، صناعه يعني ايه؟ تعدين. قبل ما اصنع هجيب المعدن، هجيب معدن مين؟ الحديد والذهب. طب بعدها اقوم عامل مصانع، مصنع البارود اللي هي الحاجات المتفجرات كده، وترسانه لصناعه السفن. السفن محتاجه ايه؟ محتاجه حديد، فهعمل مصنع لتشكيل الحديد، ومحتاجه خشب يبقى اخلي فيه مصنع لنجاره الاخشاب. طب التجاره والنقل مرتبطين ببعض، عشان اتاجر لازم احسن الطرق. فقال لك محمد علي عمل كده. افهم ما تحفظش. محمد علي بدأ يأمن الطرق بتاعته، فحط عليها شيوخ القبائل، وبدأ يطور كمان الملاحة النهرية عشان لو هتاجر في المية. والنتيجة على كده أصبحت مدينة الإيه؟ الخرطوم أهم محطة تجارية في أفريقيا. ودي بتجيلي كتير في الامتحانات. اكتب ما تشير إليه العبارة. أجي أقول لك أهم محطة تجارية في أفريقيا، هتقول لي مين؟ الخرطوم. يبقى تاني كده بسرعه يا مس لخصي كل اللي احنا قلناه. هتيجي تكتب لي بقى جنب كل نقطه كده الملخص. بص، مظاهر النهضه الحديثه في السودان. اول حاجه في الاداره، هقول له كام نقطه يا مس؟ 4، اللي هم ارساء الامن في السودان، تعيين حاكم دار، تقسيم السودان ل7 مديريات، نشر العدل. طب نيجي للعسكري، حاميات عسكريه مصريين سودانيين والاتراك قليلين. طب نيجي للعمران، عمل مدينتين، الخرطوم وكسلة. وقال لي الخرطوم اقول له بيحط فيها كل حاجه، كسلة اقول له فيها تحصينات عسكريه. طب نيجي للقضاء، قلت 3 نقط، استخدام قانون عثماني، عمل قاضي، سلطه محدوده، رئيس القضاه صاحب حكم نهائي. التعليم، كتاتيب والمدارس والبعثات، تمهيد الطرق. تاني، كتاتيب، المدارس، بعثات، تمهيد الطرق. طيب في التطور الاقتصادي قسمناها 3، الزراعة وتربية الحيوانات، الصناعة والتعدين، التجارة والنقل. وابقى فاهم في كل حاجة. الزراعة هتكلم عن المحاصيل اللي هزرعها واني هرسل المزارعين. في التعدين هتكلم عن المعادن الاول وبعدين المصانع. في التجارة هحسن الطرق الاول سواء نهرية او برية على الطريق، واحط عليها شغل قبائل عشان يأمنوا الدنيا، وبعدين اتكلم على التجارة فتصبح اهم محطة تجارية في افريقيا هي الخرطوم. انت متخيل معايا هنا بعد الهيلمان اللي عمله محمد علي ده كله الدول الاوروبيه تسكت له؟ لا طبعا. ليه بقى؟ قال لي قامت رايحه الدول الاوروبيه رايحه واقفه للسلطان العثماني، وقالت له انت لازم توقف الراجل ده عند حده، لان من كتر توسعات محمد علي يقولوا كده ان هو كان شويه وهيشيل السلطان العثماني اصلا من الحكم.
من كتر توسعاته جدا. فقال لي هنا ان بدات تتحالف القوى الاوروبيه مع السلطان العثماني، حتى ايديهم في ايد بعض. ليه؟ قال لي عشان يوقفوا التوسعات دي، لان التوسعات دي كانت بتهدد مصالح بريطانيا. يبقى تاني، لايقاف توسعات محمد علي اللي تعارضت مع مين؟ مصالحها الاقتصاديه. طب بريطانيا عملت ايه بقى؟ قال لك عملت معاهده لندن، والسلطان العثماني قام عامل فرمان. يبقى بريطانيا عملت معاهده والسلطان عمل فرمان. طب المعاهده بتاعت لندن عملتها امتى؟ 1840. وفي المعاهده دي قامت رايحه القوى الاوروبيه عامله المعاهده، وده كان نتيجته وحشه قوي لمحمد علي، ان هو يتخلى عن كل الاراضي اللي كان بيحكمها خارج مصر. هيتخلى عليها لمين؟ للسلطان العثماني. ويدي الاوامر والطاعه تاني للسلطان العثماني، لانه في الفتره دي كان محمد علي ما بقاش ليه كبير. بعد ما كنت بكبر السلطان العثماني، انا ما بقتش اكبر لحد، انا محمد علي، ما حدش فيه احلى مني هنا، انا اللي بقيت بدي وامر واعمل وببني وبعمر، فانا ما فيش حد يوقفني، انا براحتي خالص. فلما يجي يقول لك هنا ان بريطانيا ما وافقتش على الكلام ده، اديني دليل. هقول له ايه؟ تحالفت مع العثمانيين ليه؟ لايقاف توسعاته عشان بتضر بمصالحها الاقتصاديه. تقوم تعمل ايه؟ معاهده لندن. نتيجه المعاهده ان محمد علي يتخلى عن معظم الاراضي اللي حكمها خارج مصر. بس في حاجه، السلطان العثماني ما كانش حابب برضه يخسر محمد علي، لان كان اي مشكله بيقع فيها السلطان العثماني يناديله: يا محمد يا علي تعالى حارب لي الدنيا دي، تعالى خلصني من المشكله دي. فانا عندي هنا قام السلطان العثماني حب يراضيه بفرمان. فرمان ده يعني قرار من السلطان العثماني ما ينفعش انه ما يتنفذش، لازم يتنفذ. فالفرمان هنا كان بعد المعاهده بسنه 1841. وهنا في الفرمان لما رضاه السلطان العثماني، حب يرضيه بانه يخليه حكم وراثي لمصر والسودان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني محمد علي من حقه ان هو يورث ابنائه الحكم بعده، سواء في حكم مصر او مين؟ والسودان. يبقى الفرمان نص على ايه؟ هقول لك: حصول محمد علي على فرمان من السلطان بحكم وراثي لمصر والسودان. تاني، حصول محمد علي على فرمان بحكم وراثي لمصر والسودان. وبكده تبقى انتهت قصة محمد علي، وهناخد الدرس اللي جاي قصة الخلفاء. ذاكر الدرس ده كويس قوي، عشان درس خلفاء محمد علي هناخد ولاده وولاد ولاده، وهيبقى تقريبا الأعمال متشابهة وفيها حاجات هنعمل فيها مقارنات كتير. فركز على ده كويس قوي، ركز على كل حاجة قلت لك هتعلمها ازاي عشان تعرف تذاكر كويس. أقابلك في الفيديو الجاي يا شباب، سلام.